السلام عليكم مشاهدي مسلسل المؤسس عثمان. في هذا الفيديو سوف نكشف لكم أسرار وكواليس الإعلان الثاني للحلقة 107، والتي ظهر فيها أن القائد أولوف قد نصب كمينا وفخا للسيد عثمان. وظهر محاربي السيد عثمان وهم مصابون إصابات بليغة، فهل سيموت بوران ألب ونودعه؟ وهل ستكون هذه نهاية جيركوتاي؟ وما الذي سيحدث في الحلقة القادمة؟ في البداية سيأتي خبر للسيد عثمان بمكان احتجاز أقطيمور، وعلى الفور سيقوم السيد عثمان بتجهيز المحاربين لكي يذهب لأخذ أقطيمور، ولكن سيتم خداع السيد عثمان بمكان آخر، وسيكون كمينا محكما. وقد تحالفت السلطانة مع أولوف حتى يقوم أولوف بقتل السيد عثمان في هذا الكمين، وللأسف عثمان سيقع في هذا الكمين. والشيء الصادم أن بوران سيتعرض لطعنة من أحد محاربي أولوف، ورغم أن بوران ليس محاربا تاريخيا، لكن المخرج جعله من أهم رفاق عثمان، وقد أحبه الكثير من المشاهدين بسبب إخلاصه الشديد لعثمان. أما الصدمة الثانية فهي ضربة تعرض لها جيركوتاي جعلته يسقط أرضا، لكن الشيء الجيد أن هذه الضربة ليست شديدة مثل التي أخذها بوران، وهذا الذي يؤكد لنا أن جيركوتاي لن يموت، وأيضا لأنه من الشخصيات المهمة خصوصا عند قدوم المغول في الحلقات القادمة. وفي النهاية سيتدارك عثمان الموقف ويتمكن من النجاة هو ومحاربيه، وفي الغالب سيحصل السيد عثمان على دعم من بقية رفاقه في اللحظة المناسبة. وقد تم إنقاذ أقطيمور لأن أولوف قد ظهر غاضبا في الإعلان ويفرغ غضبه على بايندير بسبب هروب عثمان وأقطيمور. إلى هنا نكون قد انتهينا، شاركونا بآرائكم في التعليقات. إلى اللقاء.